سلام حبوباتي، ان شاء الله ديما تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم دجاج مفور بتتبيله بزاف بنينه وسهله عليكم. ان شاء الله تنال اعجابكم الوصفه وتجربوها. نبداو على بركه الله. المقادير عندي طماطيش مصبره، الثوم، الفلفل، البصل والرند. لي زيبيس عندي دول مخلط، الكركم، فلفل اسود، لي زيبيس تاع الدجاج، الملح والفلفل الاحمر. الدجاج نتاعي اللي كنت نظفته مليح. نجيب الفخاذ نتاعي، يعني ديروا حسب العائله نتاعكم. لان عندي البصل، الرند، طماطيش، فلفل والثوم. يعني التتبيله هذه بزاف بنينه وسهله. وكي تحبوا الدجاج تاعكم تبلوه ويعود بنين اكثر واكثر، خلوه يبات ليله كامله بالتتبيله هذه، والغدوه فوروه. لأنا هرست الفلفل، هذا الفلفل يابس. يعني صدقوني هذه التتبيله بزاف بنينه، تجي محرحره. لهنا الطماطيش مغرف. لي زيبيس دول مخلط، كركم، فلفل اسود، لي زيبيس تاع الدجاج، الملح والفلفل الاحمر. لهنا نديرو الزيت، ندخلو مليح التوابل في الدجاج بالطريقه هذه. وكما وصيتكم، اللي يحب الدجاج تاعها يكون بنه اكثر واكثر، تخليه يبات ليله كامله بالتتبيله باش يعني يشرب هذيك التوابل كامل بالطريقه هذه. لهنا ندير الموس بالطريقه هذه باش الدويات يدخلوا مليح في الدجاج ويتبل مليح مليح. ندخلوا مليح التوابل. نجيبوا بابي فيلم بالطريقه هذه، نحطوا الفخذ نتاعنا ولا لي كويس، كل واحد واش يقولهم. لهنا التتبيله يعني بالطريقه هذه. نزيدو نجيبو شويه من التتبيله نحطوها وسط الكويس تاعكم. وما تنسوش ورقه الرند، راح تعطيه البنه. نغطوه. يعني تتبيله سهله بالطريقه هذه. ورق الألمنيوم بالطريقة هذه نغلفوه وتخلوه يتفور مدة ساعة، يعني يجيكم طايب زبدة ما شاء الله. لهنا أنا كيفار لي مدة ساعة. يعني كي ديروه العشاء، ضيفوا بطاطا مقلية، أحمص، يعني عشاء راح يكون خفيف. ومن الأحسن يبات ليلة في التتبيلة نتاعو. إلا هنا غلفتهم مليح وراح نحطهم يفوروا مدة ساعة، يعني ساعة يكون واجد. هذا هو الدجاج نتاعي اللي فورته،
طاب كما راكم تشوفوا، جا بزاف بنين. والتتبيله هذيك طلقت لاصوص نتاعها يعني جا ما شاء الله، جا بنين صدقوني. يعني تتبيله سهله وبنينه، وكل ما تخلوه يبات في التتبيله تاعو راح يكون بنين. يعني جا ما شاء الله. ان شاء الله تنال اعجابكم الوصفه، وما تنساوش تشتركوا في القناه، والى اللقاء الى فيديو اخر.